السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيتكم بروتين جديد من بيت جزائري بسيط. كما راكم تشوفوا بديتها لكم بالكسرة، كانت هذه على الصباح درنا فيها قهوة، وهنا بنتي كانت ثاني تعاون فيا، قالت لي ماما حتى انا صوريني باش يشوفوني. كما راكم تشوفوا والجو كان مغيم شويه. هنا كانوا عندي عرام تاع لمان غسلتهم كي عاد ما غسلتهمش في الليل. العين جات على 11 تاع الليل وراحت على 6 تاع الصباح، سما وبالتالي غسلتهم بالسيتيرنا وفرات. المهم يتغسلوا، هذه هي الدنيا. واش راح نديروا؟ ودرت مسحه خفيفه الكويزينير بويس كانت غير نظيفه، مسحتها على الخفيف كما يقولوا، يعني روتين بسيط ما فيش حاجه كبيره. درت تنشيفه للدار، وصلت ثاني لي سانيتير. هذا واش درت، يبان لي هي هذا واش درت. نخليكم على الفيديو تكملوا. الشخصية القوية إنما تستند على 4 أركان. ركن توكيد الذات، وهو أن تقول وتفعل ما تشعر به. ثم ركن آخر، ثمة ركن ثاني، وهو الثقة بالذات. توكيد الذات مبني على أن تقول وتفعل ما تشعر به، فأنت الآن مؤكد لذاتك. بينما الثقة متعلقة بالأداء، بإقدامك على أداء عمل معين أو إحجامك عنه خوفة ورهبة. الركن الثالث هو تقدير الذات. الركن الرابع وهو تقبل الذات. هذه المفاهيم ال4 تستند عليها بعد توفيق الله عز وجل مفهوم الشخصية القوية. أول ما يجي في ذهنك لما يقال لك الشخصية القوية، طبيعي جدا أنك تتخيل أسد، تخيل واحد قوي، واحد معضل، واحد ما يهمه أحد، وهذا كله ليس دقيقا. الشخصية القوية هي فن إدارة الانفعالات، والمقصود بالتحكم بالانفعالات كيف يتحكم الإنسان بالمشاعر، متى يقولها ومتى لا يقولها، وكيف يتحكم بمخاوفه، متى هذه المخاوف تكون دافعة له ومتى تكون مانعة له، ويتحكم في نظرة لعيوبه وكيف يتقبلها وما هي الأشياء التي لا يجب أن يتقبلها، وهكذا. إذا استطعت أن تدير انفعالاتك وتتحكم فيها وليس تتحكم فيك، فأنت شخصيتك قوية. هنا كنت نشف كما راكم تشوفوا، تقول ما نشفت ما درت ما قفضت. انا درت من جيت لقيت بنتي رجعت الصاله كما كانت. هذا هما الولاد واش راح نديروا. وهذا كان غدانا المتواضع. درت الرز، وهذه مع العشيه درت قهوه حبه كرواسون. واش راح نقول لكم؟ الى اللقاء في الملتقى ان شاء الله.